الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. الرئيس مبارك مظلوم. الرئيس مبارك الظلم. صوروه كفرعون، لا هو ما كانش فرعون ولا كان حاجه. يمكن في شويه اخطاء سياسيه بتاع، وده بيحصل في اي حكومه. يعني ما بدليل وقت بصراحه بتقول ولا يوم من ايامك يا مبارك. بعد ما شافوا مش عارفين نتزن. انا كنت حاسس ايام مبارك، انا كنت حاسس بالامان. انا دلوقتي مش حاسس بالامان. ان شاء الله هنحس بيه. ان شاء الله. الرئيس السابق محمد مرسي. ايوه. الزعيم جمال عبد الناصر. هقول لحضرتك حاجه. انا مره لقيت تليفون، قالوا له استاذ عادل. ايوه. قالوا لي في اجتماع مع السيد رئيس مرسي، ويا ريت تكون موجود. يعني هو عازم المثقفين والفنانين والحاجات دي. يعني قلت له حضرتك اللي بتدعوني ولا الرئيس مرسي؟ قال لي لا الرئيس مرسي. كان لسه في الاول يعني. قلت طب راح اشوف الرئيس مرسي برضه لما تقعد مع حد غير لما تشوف صورته. فرحت وقعدنا، جه عليا الدور يعني في الكلام. انا لقيت الراجل الحقيقه بيتكلم عن حريه التعبير يا اشرف، والسينما الامريكاني، واستشهد بكلام جميل وافلام جميله وحريه الابداع وحريه الفكر. قلت ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ فجاء عليا الدور في السؤال، بس سالته قلت له يعني سياده الرئيس، هل نحن الان في حكم ديمقراطي؟ طيب هل بناخد خطوات بحيث نقدر نصل الى الديمقراطيه بمعنى تعدد الاحزاب وتداول السلطه؟ صمت. راح واحد قايم على طول سال سؤال تاني. وانا خارج مزنوق كده بين الكرسيين، وهو واقف مع احد الزملاء يعني. قال لي يا استاذ عادل انا عايز اقول لك على حاجه. قلت له ايوه. قال لي حكايه تداول السلطه هنبقى نتكلم فيها لوحدينا. اتكلم فيها لوحدينا؟ هو احنا بنتكلم في حاجه في نسوان مثلا، ولا في حمار، ولا في خمره، ولا حاجه عيب؟ حاجه عيب يعني. وخرجنا لا لقيت حريه ولا ديمقراطيه ولا اي حاجه حصلت مني. جمال عبد الناصر ده زعيم حقيقي، والراجل ده مات ما حلتوش حاجه. يعني وكان بيقول لاولاده يعني ما تلعبوش على الكرسي ده، تكسروه، ده بتاع الحكومه بتاع الدوله. عبد الناصر كان صاحب مشروع كبير، عمل 1000 مصنع، عمل السد العالي. استاد القاهره المهول ده الثالث استاد في العالم ده. عمل حاجات كتير جدا. فعلا كان بيعمل لصالح الفقراء، لصالح البسطاء. عشان كده لما مات البسطاء طلعوا يندبوه. انا شفت الستات في الشارع خارجه من ورا التلفزيون لما مات عبد الناصر، وهي متشحه بالسواد ومشلشله زي ما بيقولوا، بتقول يا ابني. عبد الناصر يا ابني كان قيمه كبيره، طبعا قيمه حقيقيه. يعني طبعا صاحب مشروع كبير، لم الشعب كله طبعا. يعني كان زعيم بجد. يعني زعيم طبعا. الناس بتحس، اوعى تصدق الناس ما بتعرفش. بيعرفوا. الناس عارفه كل حاجه، وعارفه مين ده ومين ده ومين ده ومين ده. الناس البسيطه كمان. طبعا. الفريق اول عبد الفتاح السيسي. حبيبي. ده حبيبي ده. بحب الراجل ده، بعشقه. جميل. انت عارف انا بحب البطوله اصلي. الراجل ده بطل. تمام. وجه في اصعب مرحله بتمر بيها البلد، وانضم ل 30/6. قال لك يعني لما بيقول لك ان الشعب لم يجد من يحنو عليه. كلمه جميله جدا. لم الناس تاني. وفعلا يعني قلنا الله، احنا بنعمل فوق الناس دي، بتعمل فينا كده ليه؟ يعني